إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الأعزاء، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 19 من يونيو عام 2024. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، يلي ذلك فاصل غنائي، ثم تتابعون بعد ذلك حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات من إعداد وتقديم الزميل أحمد شريف، وفيه يرصد لكم متابعته لمشاعر الإريتريين في ذكرى العيد بين الأمس واليوم، وذلك من خلال اللقاء الذي أجراه مع السيد عثمان فاكاي. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. وصول دفعة جديدة من اللاجئين العالقين في ليبيا إلى راوندا، من بينهم إريتريين. نائب قائد الجيش السوداني يقول إنهم يحاربون دولا تطمع في موارد السودان وتسعى لتغييره وطمس هويته. وقائد الدعم السريع يؤكد انسحاب الجيش من اتفاق تم في مفاوضات المنامة في البحرين. وحركة الشباب الصومالية تستهدف القوات الأثيوبية التابعة لقوات حفظ السلام الإفريقية بقصف مدفعي، ومقتل 6 جنود صوماليين في استهداف آخر. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. أفادت دائرة الهجرة الراوندية بأن 113 لاجئا ومهاجرا من بينهم إريتريين وصلوا إلى راوندا قادمين من ليبيا. وبحسب وكالات الأنباء التي تناقلت الخبر ومنها قناة الجزيرة، فإن اللاجئين والمهاجرين هم من إريتريا وجنوب السودان والصومال وساحل العاج. ويأتي وصول هؤلاء اللاجئين إلى راوندا بموجب اتفاقية المرور الطارئ بين راوندا والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعين للأمم المتحدة، والتي دخلت حيز التنفيذ في العام 2019 لدعم المهاجرين الأفارقة العالقين في مرافق الاحتجاز في ليبيا. وتم إقرارها بعد اقتراح تقدم به الرئيس الراوندي بول كاغامي في العام 2018 مع تصاعد أعداد اللاجئين الأفارقة المحتجزين في ليبيا بعد محاولتهم عبور المتوسط باتجاه أوروبا. ووفق بيانات وزارة إدارة الطوارئ الراوندية، استقبلت راوندا بموجب الآلية قرابة 2300 مهاجر وطالب لجوء، انتقل أكثر من 1300 منهم إلى دول ثالثة. هذا وتتيح راوندا عدة خيارات أمام اللاجئين الذين يصلون إلى أراضيها وفق الاتفاقية، من بينها البقاء على أراضيها أو إعادة التوطين في بلد ثالث. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية وقعت اتفاقا مع راوندا لترحيل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى أراضيها بطريقة غير مشروعة عبر القنال الإنجليزي، أسوة باتفاق المنظمة الدولية مع راوندا. وبعد جدل كبير حول مشروع القرار، صادقت عليه الحكومة البريطانية وتم توقيعه من الملك في أبريل الماضي. والأسبوع الماضي قالت بريطانيا إن أول رحلة إلى راوندا ستقلع يوم 24 من يوليو المقبل، بالرغم من أن ذلك يعتمد على فوز المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريتشي سوناك في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 4 من الشهر المقبل. يذكر أن ليبيا تستضيف أكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة، علاوة على عشرات الآلاف الذين لم يتم تسجيلهم لدى المفوضية ويعيشون بطريقة غير شرعية في البلاد، ويتعرضون لمطاردات مستمرة من السلطات الليبية، ويقع معظمهم فريسة لاستغلال تجار البشر. قال عضو مجلس السيادة السوداني ونائب القائد العام للقوات المسلحة شمس الدين كباشي
إن القوات المسلحة لا تحارب قوات الدعم السريع فقط، بل تحارب دولا تطمع في موارد السودان وتسعى لتغيير وطمس هويته. جاء ذلك أثناء لقائه بعدد من قيادات سلاح المدفعية بولاية نهر النيل. وأضاف الكباشي أن السودان يتعرض لغزو أجنبي بمشاركة العديد من الدول ومن وصفهم بالعملاء من الداخل والخارج. واعتبر أن قوات الدعم السريع مجرد أداة لإنفاذ مخطط أجنبي يستهدف تقسيم السودان والقضاء على القوات المسلحة، مؤكدا أن المعركة الحالية هي معركة بقاء ومعركة وطن حسب تعبيره. من جهته أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقل حميدتي عن توصل مفاوضات جرت في المنامة بين الجيش السوداني والدعم السريع إلى اتفاق، لكن الجيش انسحب بسبب ضغوط من الحركة الإسلامية. جاء ذلك في تسجيل وجهه للسودانيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الماضي. وهذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها أحد طرفي القتال في السودان مفاوضات المنام التي كان طرفاها نائب القائد العام للجيش السوداني شمس الدين كباشي وعبد الرحيم دقل القائد الثاني بالدعم السريع في فبراير الماضي. وبشأن الأوضاع في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، قال حميدتي إن هذا التصعيد تتحمل نتيجته حركات الارتزاق المسلحة التي فارقت الحياد واختارت الانحياز إلى جلادها وهاجمت قواتنا حيث لم يكن أمامنا سوى الدفاع عن أنفسنا حسب تعبيره. ورحب حميدتي بجميع المبادرات الإقليمية الهادفة إلى تحقيق السلام الشامل واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي في السودان. وكان مجلس الأمن الدولي تبنى قرارنا الخميس الماضي يطالب فيه قوات الدعم السريع بالتوقف فورا عن حصار الفاشر، ويدعو لوقف فوري للقتال وخفض التصعيد في المدينة ومحيطها وسحب جميع المقاتلين الذين يهددون أمن وسلامة المدنيين. وجاء قرار مجلس الأمن الدولي بعد أن شهدت المدينة معارك ضارية بين الطرفين إثر هجوم شنته قوات الدعم السريع من عدة محاور في محاولة لاجتياح المدينة والسيطرة عليها. وقال الجيش السوداني إن قواته وقوات الحركات المسلحة تصدت للهجوم وأوقعت خسائر في صفوف قوات الدعم السريع، من بينهم مقتل قائد قوات الدعم السريع بوسط دارفور اللواء علي يعقوب جبريل يوم الجمعة الماضي. استهدف مقاتلو حركة الشباب الصومالية قاعدة للقوات الأثيوبية العاملة ضمن قوات حفظ السلام الإفريقية بمدينة حدر في إقليم بكول في ولاية جنوب غرب الصومال. وأشارت التقارير إلى أن الحركة أطلقت 10 قذائف هاون على القاعدة العسكرية، وبدورها ردت القوات الأثيوبية بقذائف مدفعية على المهاجمين. وبحسب ما ذكر موقع الصومال الجديد، لم تعرف بعد الخسائر الناجمة عن القصف المتبادل. ويأتي الهجوم الذي نفذته حركة الشباب ضمن الهجمات التي تنفذها الجماعة في المناطق والمديريات التي تتمركز فيها قوات الحكومة الصومالية والقوات التابعة للاتحاد الإفريقي. وفي السياق ذاته أعلنت الشرطة الصومالية مقتل 6 جنود من بينهم ضابط برتبة عقيد إثر انفجار قنبلة زرعتها حركة الشباب على جانب الطريق في منطقة يوفجادو على بعد 30 كيلومتر من مدينة بيدة وجنوب الصومال. ووفق ما ذكر صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فقد أودى الحادث بمقتل العقيد محمد ديري و5 من الجنود على الفور، بالإضافة إلى جرح آخرين. هذا وتسعى حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة من خلال هجماتها للإطاحة بالحكومة الصومالية وإقامة نظام إسلامي متشدد. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما نوهنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات، من إعداد وتقديم الزميل أحمد شريف، وفيه يرصد لكم اليوم متابعته لمشاعر الإريتريين في ذكرى العيد بين الأمس واليوم، وذلك من خلال اللقاء الذي أجراه مع السيد عثمان فاكاي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. نتابع سويا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أيام من أيام عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات.
أحييكم أنا أحمد الشريف برفقة الزميل إدريس سليمان خليفة أبو هاشم في الإشراف والإخراج العام. وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك الذي كان قبل أيام، نتقدم باسم الإذاعة، إذاعة إرنا، لكل المستمعين في الداخل والخارج بالأمنيات الطيبات. صحيح نأتي إليكم في هذا اليوم وقد مر أيام على العيد، ولكن العيد معكم دوما أينما كنتم أيها المستمعون. اليوم ألتقي بالأستاذ الشيخ عثمان فاكاي في مدينة ميلبورن هنا في أستراليا للحديث عن العيد بين الأمس واليوم. أستاذ عثمان، أهلا ومرحبا بك في إذاعة إرنا الدولية من باريس. أهلا وسهلا أخي. كل سنة وأنت طيب، وكل عام وأنتم بخير. الأمة الإسلامية جماعة إن شاء الله. والعيد طبعا، هذا العيد نحن في خارج أوطاننا، يعني بالنسبة لنا يعني عيد ناقص، ولكن الحمد لله يعني نحن في بلاد إسلام، في بلاد معنا يعني في بلاد الغربة، وكثير من المسلمين الحمد لله الآن يتكاثروا، والحمد لله على كل حال. وإن شاء الله ربنا يعني يرجعنا إلى أوطاننا سالمين غانمين إن شاء الله. وكل سنة وأنتم طيبين والأمة الإسلامية إن شاء الله. شكرا لك شيخ عثمان. شيخ عثمان طبعا هو من أبناء الساحل، ونحن بنقول هو من أفعبت طبعا، لكن عنده برضه ذكريات في مناطق ثانية. أخي عثمان، كده النشأة وأول عيد بالنسبة لك يعني فهمته ووعيت له وكان وين؟ طبعا أول عيد فهمته ووعيت له كان في سنة 1976، كانت بالنسبة لي كان أول عيد. وتذكر عيد رمضان كان عيد الفطر المبارك، وهذا يعتبر ممكن أول عيد أنا حضرته في مدينة أفعبد، وكان بين أهلي. أنما بقية الأعياد كله كانت في السودان، ومع بني عمومتي كان في توكر وفي الخرطوم والقاهرة. والقاهرة أخيرا. يعني طبعا جلست فيها مدة الدراسة من الإعدادية والثانوية والجامعة، ويعني طيلة 14 سنة. الدنيا ما تسقط، لأنه هي كانت نشأة العلم وبداية العلم الأكاديمي كان فيها من الإعدادية إلى الثانوية إلى الجامعة. أنت أزهري؟ نعم، أنا في كلية اللغة العربية شبه عامة. فالتحقت هناك بالأزهر من السنة الإعدادية يعني. جميل جدا. وعندك برضه أعياد في أستراليا؟ والآن في استراليا طبعا جيت 94 وعندي 30 عيد الآن في استراليا، ما شاء الله وتبارك الله، مع أهلي ومع أولادي والحمد لله. والأحفاد الحمد لله. الحمد لله. أستاذ أنت متذكر كل حاجة عندي. والحمد لله عندي حفيدين الآن الحمد لله، يعني يوسف وجنة يعني. ما شاء الله، ربنا. الله يخليك. أستاذ عثمان، طبعا إنه هسي عندنا 4 محطات للأعياد: أفعبت، ثم السودان، ثم القاهرة، أم الدنيا، وبعدين هنا في أستراليا. لو قلنا لك مثلا العيد بين الأمس واليوم، يعني ادينا عنوان للعيد في أفعبت، وإن كان هو ما أعياد ما كثيرة، لكن كده قل لنا يعني إنه. والله العيد كان في أفعبت كان له يعني طعم خاص، يعني في أرض الوطن كان، وبين الأهل والخيلان والأعمام والخالات، فكان له طعم خاص يعني لا نقدر يعني نعبر عنه بالكلمات يعني. وكان أنا بالنسبة لي يعني كان أول عيد، وكان بين الأهل يعني كانت الفرحة شديدة. وكان طبعا يستعملوا فيه مثلا الأغاني الأريترية بكل أنواعها، وكنا يعني نستمتع به يعني كنا يعني. جميل جدا. ثم في السودان؟ ثم في السودان أغلب الأعياد كانت في السودان. طبعا أنا كان تربيتي كانت تربية الخلاوي كانت، وأغلبه أنه كان في دوائح الخرطوم، يعني 15 سنة كله في بين الخرطوم ودوائح
المناطق تذكر لي من ضواحي الخرطوم. وضواحي الخرطوم كانت في، أنا كان بداية تعليمي كانت في ود بصالح يعني، قريب من مذوبان يعني. جميل. النخيرة مشيت لها قريت لها؟ من خيرة ما مشيت. الجزيرة دي مشيت؟ الجزيرة مشيت بس ممكن الدوينيب والأربجي والرفاعة، الأماكن دي يعني مشيت لها الخلاوي يعني. جميل جدا. طيب، وفي الخرطوم ما كنت في مركز شروة مثلا؟ في خرطوم التحقت بمعهد أمدرمان الإسلامي بعد الامتحان التقديري يكون للحفاظ سنة 89، والتحقنا بعدها يعني درست فيها سنة واحدة يعني بالنسبة لمعهد أمدرمان، ثم انتقلت إلى الأزهر يعني. جميل جدا. طيب، أعيادك في الغاية، لأنه بما أنه هي فترة طويلة نعم، مقارنة بالسودان وأفعبت يعني، وإن كان هي فترة أستراليا أطول طبعا. فترة بالنسبة للأعياد في مصر يعني كانت ممتازة جدا، وكانت مليئة بالتعليم ونشاط التعليم وقتها، وكنا بين الاتحادات كنا نتنقل، وكنا في خدمة الطلاب يعني أكثر شيء يعني من سنة 81 إلى 94 يعني كنا في وأنت نشاطات. كنت على رأس اتحاد الطلبة مش كده؟ نعم، أنا كنت رئيس الاتحاد وقتها، ابتداء من الأمين المالي، مسؤول علاقات خارجية، مسؤول شؤون الطلاب والتعليم. من كم لكم؟ من سنة كم من لكم؟ سنة 81 إلى 94. الفترة دي كلها كنت رئيس؟ كنت لا كنت بتنقل يعني تتنقل. بين المناصب يعني. كنت أمين مالي 5 سنوات، ثم مسؤول علاقات خارجية، من ثم تذكر مسؤول شؤون الطلاب من والتعليم. تذكر من زملائك في الاتحاد؟ في الاتحاد كان أستاذ علي العزيزي، والآن موجود هنا معنا له التحية أستاذ. في أستراليا. وكان الأخ ياسين علي عامر هو اللي أخذنا منه الإدارة، كان سنة 81. فكانوا يعني محمد أمان الله يرحمه، أخونا محمد أمان توفى الله يرحمه، الله يرحمه. فكنا أخذنا منهم الإدارة وقتها، فكنا يعني واصلنا من بعدهم في الاتحادات، والله ما تخلف يعني. كنت هتحتفل بالعيد كيف؟ والله في العيد يعني كان الاحتفال طبعا كان في الطلاب كانوا في كل المناطق المصرية، لكن الاحتفال كان أكثر شيء كان في مناسبة العيد، كانت في الاتحاد الشريف 23 شهر الشريف، شقة 15. فكانت العيد كان الطلاب يجتمعوا، وكان يعملوا حفلات، وكان يعملوا يعني ندوات شعرية وندوات يعني حماسية للوطن، وكنا نشيطين يعني. جميل جدا. طبعا العيد بعد 91 بالنسبة للإريتريين اختلف موقعا وطعما وكده يعني، حتى لو كان برضه في ناس مؤيدين ومعارضين يعني. قلت لي البلد دي جيت سنة 93. جيت 93 والبلد كانت دخلت في التحرير. شنو اللي خلاك تهاجر؟ والله كان السبب الهجرة طبعا. نحن كنا طلاب، وكنا نطمح ونأمل على أساس أنه نحن شهاداتني ما كنا نتوقع. أنا من الناس اللي كنت يعني ضد الهجرة، وكنت بحرض أصحابي وأخواني هناك أنه ما نمشي للخارج، نتجه إلى البلد. ولكن هناك سبقونا إخوة من ليبيا ومن البلدان العربية الأخرى، فما أدوا الغرض المطلوب من من الرجوع إلى أريتريا. يعني ما لقوا الأماني، ما لقوا الشيء اللي كان التوقعات اللي كان يطمحوا إليها يعني. فمن هنا نحن قررنا إنه إيه يعني الواحد حتى تصفى الأمور، وممكن البلد تستقر، وممكن الناس يعني الأمور يعني تتصلح، وحتى تكون الأمور كلها يعني تكون على ما يرام. فهاجرنا قررنا الهجرة إلى أستراليا. طيب، أخش لنا في أعياد أستراليا هسي. طبعا الأعياد في أستراليا غير الأمن والاستقرار وشوية يعني ما فيها طعم ذلك، ولكن في السنوات الأخيرة بدأت مع كثرة المسلمين من الجاليات العربية والإسلامية وكذا، بدأ يأخذ شكل فرايحي أكثر كده. ادينا خدتنا كيف كان بدايات جيتكم العيد، وبعدين الآن وفي المنتصف كنتوا، هل العيد قاعد يختلف زي ما أنا بقول مثلا؟
والله العيد يختلف فعلا، لأنه كانت الأعداد كانت قليلة جدا لما جينا 94، وكانت الأعداد ما كانت كثيرة، وبالتالي كنا نتفقد بعض وكنا نشوف بعض سواء في القهاوي أو في كل الأفراح والأتراح. نعم. كنا نتقابل، وكنا أعداد بسيطة جدا يعني. وكنا كلما كنا بسيطين كلما كنا متماسكين، وكانت يعني نتفقد كنا بعدين البعض. لكن الآن العيد اختلف تماما. أول اتساع المدينة واتساع الناس وكثرة الناس، والآن بدل كنا كوميونتي واحدة، الآن أكثر من كوميونتي، يعني أكثر من تجمع الآن موجود في الغرب وفي الجنوب وفي الشمال. فالآن توزعت الجالية حقيقة يعني، والحمد لله توسعت برضه يعني. جميل لكن جدا. الآن العيد يختلف، الآن كل واحد في منطقته، لأنه كنا زمان كنا نجتمع في مكان واحد ونشوف بعض. هسه إلا المناسبات تجمعنا يعني. وميزة صراحة استراليا خاصة ميلبورن، ميزتها انه هي يعني كلنا يعني، سواء مع الحكومة سواء المعارضين سواء كلنا يعني في الفرح والترح كلنا مع بعض يعني. امم والحمد لله دي تتميز بها ممكن ميلبورن يعني. نحن حتى الإنسان لو نختلف معه في الرأي ونتفق معه في الأفراح وفي الأحزان، نشاركه ويشاركنا يعني. جميل جدا. فهذه ميزة تتميز بها ممكن استراليا خاصة ميلبورن. طيب جميل جدا. استاذ عثمان، طبعا باعتبارك انت متابع الجاليات الاريتريه خارج استراليا، وتعتبر الجاليه الاريتريه من انشط واكبر الجاليات الموجوده في المهاجر، مقارنه بالعلاقات الاجتماعيه الموجوده في مدينه ميلبورن تحديدا وفي استراليا، الجاليه الاريتريه مقارنه بالجاليات الثانيه، هل تفتكر انه الجاليه الاريتريه لا زالت هنا في ميلبورن هي النموذج وهي يعني القدوه التفاعل الوطني مع قضايا الوطن بشكل عام، وإن كان المسألة هي وجهة نظر يعني؟ والله شوف يا أستاذ أحمد، لأنه هنا في استراليا الناس كانت في البداية زي ما قلت لك كانت قليلة وكانت متماسكة، ثم تفرعت لعدة مناطق ولعدة كوميونيتات، أكثر الآن من 3 4 كوميونيتات موجودين. مم. و... وكنا أنشأنا لما جينا نحن سنة 94 و95 و96 يعني أنشأنا، يعني أنا عن نفسي 3 مدارس للتعليم اللغة العربية. نعم. المدرسة عواتي في الأول اشتركت فيها، ثم مدرسة أريتريان كوميونيتي سكول، وثم الآن يعني أنشأت مدرسة أفريكان كوميونيتي سكول يعني. فهذه التعددية الموجودة، المناطق، وشوي بعد الناس هاجرت، بعد الناس يعني رحلت من المناطق اللي كان انشئت فيها هذه المدارس، فأصبحت المدارس الآن يعني عددها قليل مم. جدا، لأنه الناس بدأت تشتري بيوت وبدأت ترحل من الأماكن اللي قريبة من السيتي يعني. مم. والفرق الموجود انه بين زمان والان في ميلبورن في البدايه وفي الاخيره، الكوميونتي كانت قويه وكانت لها سمعه وكانت لها يعني شنه ورنه. لكن الان يعني اصبحت الكوميونتي تتآكل نتيجه بعد الناس عنها، والغرض الموجود، المهام الملقى على الكوميونتي صراحه يعني ما زي زمان يعني. الان حاجات كثيره لم توفرها للناس يعني. وهذا ممكن يرجع سببه للناس المفروض ناس تلتف حول الكوميونتي يعني. فالآن مم. ما في التفاف يعني حول الكوميونتي زي ما كان يعني. مم. ونأمل الآن إن شاء الله مع الإدارة الجديدة أنه تلتحم مرة ثانية وتلتقي مرة ثانية وتعمل نشاطات، وإن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك أستاذ عثمان. كنتم مستمعينا الأعزاء مع الأستاذ عثمان فاكاي من مدينة ميلبورن في ولاية فيكتوريا أستراليا، وكانت دردشة عيدية، العيد بين الأمس واليوم. كل عام وأنت بخير، ولو عندك تهنئة خاصة وعامة تفضل. شكرا لكم، وشكرا للإدارة الأرينا، وشكرا لك شخصيا أنت أستاذ أحمد. ودائما يعني تفكرنا بأوطاننا، وتفكرنا بالغربة، وتفكرنا بمراحلنا التعليمية التي مضت عليها سنين ولم نتذكرها. وشكرا لك وشكرا للإدارة وشكرا جزيلا، وكل عام بارك وأنتم الله بخير. بارك الله في كل سنة وأنتم طيبين مستمعينا الأعزاء.
كنا معكم في تذكرة عيدية، أنا أحمد شريف وبرفقة أخونا إدريس سليمان خليفة أبو هاشم، نحييكم مرة ثانية وباسمكم جميعا نشكر أستاذنا وحبيبنا الأستاذ عثمان فاكاي لحديثه لإذاعة إرنا الدولية من باريس. السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير. هذه إذاعة إرنا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج متابعات. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. وصول دفعة جديدة من اللاجئين العالقين في ليبيا إلى راوندا من بينهم إريتريين. نائب قائد الجيش السوداني يقول إنهم يحاربون دولا تطمع في موارد السودان وتسعى لتغييره وطمس هويته. وقائد قوات الدعم السريع يؤكد انسحاب الجيش من اتفاق تم في مفاوضات المنامة. وحركة الشباب الصومالية تستهدف القوات الأثيوبية التابعة لقوات حفظ السلام الإفريقية بقصف مدفعي ومقتل 6 جنود صوماليين في استهداف آخر. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في إذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.